تنصح ايه العميل وهو بيدور على ماركتنج ايجنسي؟ اول حاجه في خطوه البحث لازم هو الاول يدرك الدور اللي هيقدمه له الماركتنج ايجنسي. الماركتنج ايجنسي بالاساس هي مش بتبدا مع بدايه البيزنس او اللونش بتاع البيزنس، هي بتبتدي من اول الكلاينت. فلو هو فاهم ده هيسهل المهمه على نفسه وهيسهل اكسبكتيشنز وهيعرف هو هيقدر ياخد منهم ايه. دي كده النقطه الاولى. النقطه الثانيه في الاختيار، وهيختار الماركتنج ايجنسي المناسبة اللي اشتغلت اكتر في البيزنس بتاعه، بحيث ان هو ده الافضل، ده الموديل الافضل. وكمان ينقي الماركتنج ايجنسي اللي هي ليها سابقة اعمال بيرفورمانس، ليها اتشيفمنتس. في نفس الوقت مع المقابلات يبتدي يدرك ان هم بيدرسوا، مش عندهم حاجة ثابتة. بس في نقطة هنا مهمة جدا، لو اتعامل مع ماركتنج ايجنسي انت بتتعامل مع بوصلة، وبالتالي عشان تطلع احسن اوتكم ليها شروط معينه. وانا هنا اللي هسالك ايه الطريقه اللي وانت بتتعامل مع الماركتنج اللي انت هيرتها خلاص، ازاي تطلع منها احسن ما يمكن؟ الناس دول بيبقى ليهم تعامل مختلف. والله بما ان انت يا دكتور احمد يعني اتفقت معانا احنا نسمي البودكاست بتاعنا الويف الاولانيه البوصله، فخلينا نقول ان انت مش هينفع البوصله تحركها بايديك. يعني مفيش حد بيمسك البوصله ويقعد يوجهها اليمين والشمال، البوصله هي اللي بتوجه نفسها وانت بتمشي وراها. جميل جدا المثال ده. فانت مش هينفع ان انت تجيب ماركتنج ايجنسي، وده بنشوفه كتير، وتقول لهم اشتغلوا بطريقه تفكيري، اشتغلوا بالاكسبيرينس بتاعتي، اشتغلوا بالخبرات التراكميه اللي عندي. انت لازم الناس دول تعمل لهم، بما ان انت اخترتهم مظبوط وثقت فيهم، فلازم تديلهم فول ديليجيشن بارقام واضحه طبعا وبريبورتنج ثابت، ريبورتنج سيستم مظبوط. تديهم فول ديليجيشن وتقول لهم انا في الاخر خلونا نتقابل وقت الريبورتنج وتدوني نتائج. متفق معاك جدا. هي هنا بقى بيجي في حته، هو احنا هنقعد وهنتفق على السياسه، نسميها السياسه العامه، وهتديني الاكسبيرينس بتاعتك من خلال الكلاينت، هتديني الهيستوري لو كنا بادئين في بزنس ويل استابليشد، الهيستوري الموجود، وبناء عليه يطلع حاجه اسمها الاستراتيجي اللي الماركتنج ايجنسي هتشتغل بيها، ويطلع من تحت منها تاكتكس. والتاكتكس دي اكيد ليها وجهات نظر، مش يعني في اصول وفي وجهات نظر. فطول ما انت هتسيب لهم الديركسيون هيحصل عندهم، حتى ولو من الاول ما جابوش الاتجاه، البوصله ما جابتش الاتجاه بالظبط، هم هيحصل عندهم اوتو كوريكت. هو طول ما انت بتدي ديليجيشن طبيعي لاي حد، فلازم تكون انت واثق اولا في الحد زي ما احنا قلنا، تاني حاجه في الكواليفيكيشنز بتاعته مظبوط، وفي النوليدج اللي عنده. تمام. فبالتالي انت متاكد ان هو لو غلط فهو ماشي حتى في الاتجاه الصح. ولازم، وده الماركتنج مايند سيت اللي مش موجود عند ناس كتير. الناس متخيله ان الماركتنج مع العصايه السحريه وكل حاجه بيعملها لازم تطلع مظبوط، لكن هو الماركتنج القاعده الوحيده الثابته فيه هي ترايل اند ايرور. هو ده الماركتنج، انت بتجرب طول ما انت ماشي، بتست وبتغير الاتجاه بتاعك. فانت كعميل لو ما تقبلتش الغلط قبل الصح، فانت هتوقف الناس دولت عن الشغل بتاعهم. مظبوط. تاني هنقول، هو احنا بنوظف الشخص معين عشان ناخد التالنت بتاعته. تخيل ان احنا بنوظف شخص وفي النهاية ما بنستفدش بأقوى قوة عنده. الماركتنج قوته الكبيرة هي البلاننج. طب انت حركته بالزنبلك او مسكت منه الديركسيون، غالبا هيحصل تيرن اوف للستراتيجيك ثينكينج عنده وهيتحول لتابع، ودي مشكلة. واحنا بنشبهها دايما دكتور احمد في شغلنا، احنا بنتكلم بنقول الديركسيون. فتخيل انت دلوقتي جبت حد بتقول له سوق لي العربيه، وانت واثق ان الحد ده بيسوق كويس، مظبوط، وانت كل شويه هو سايق تروح شادد الديركسيون يمين، لا يمين، لا شمال، ما انت بتشتته في الاخر، انت مش هتوصله للهدف اللي انت عايزينه. بالعكس انت ممكن تلبس انت وهو في الحيطه، ومش هينفع في وسط السكه بعد ما انت اللي كنت بتوجهه وتقول له كمل، ما هو انت اللي اخترت الطريق، او العكس. انت جيت له في وسط الطريق وقلت له كمل، انا بقى وصلتك على اول، مش هينفع. هو الماب كلها معاك. ما هو هنا بقى العميل بيخلط دايما ما بين البرودكت نوليدج اللي موجوده عنده اللي هو المفروض بيوصلها لك، ايوه، والبلو برينت بتاعته بتاعت الشركه بتاعته او المنتج او وات ايفر السيرفيس او اي حاجه، مظبوط، وما بين الاستراتيجي اللي انت شغال بيها. هو بيديك نوليدج، لكن هو الاستراتيجي المفروض انت اللي بتحددها وانت اللي بتمشي عليها. فالعميل وهو وانت شغال يقول لك لا انا بعمل دي بالشكل الفلاني،
احنا اتعودنا نعملها. وهنا بقى حته المايند سيت اللي اتكلمنا عنه، تغيير المايند سيت ده من اخطر الحاجات في اي حاجه في الدنيا. انت جايب دلوقتي ماركتنج ايجنسي، قلت لهم انا هديكوا فول ديليجيشن، ما ينفعش هم ماشيين تقول والله انا اتعودت اعمل دي بالطريقه الفلانيه وبتجيب نتائج معايا. انت لازم تتبنى فكر الناس دي. بص، هو هنا بنوصل بقى لنقطه مهمه جدا. هو اللي صنع الشيء او اللي عمل البيزنس موديل في البدايه بيكون متحمس جدا 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 انه ما يسيبش اي فيتشرز من اللي هو عملها، وبالتالي بيكون شايف ان هو لو قال اكبر كم من المعلومات عن البرودكت ايا كان نوع البرودكت بتاعه هو كده هيوصل. في حين ان انت كماركتنج انت ممكن ما تكونش ده المهم بالنسبه لك، انت مهم بالنسبه لك توصل ما يكفي ان انت تعمل اول تاتش بوينت بينه وبين الكلاينت لو بنتكلم في اخر الفانل، او بتعمل اويرنس بحاجات ممكن تكون سيمبل جدا في البدايه وتركز عليها وبعدين تنقل لحاجه تانية وتركز عليها. هنا بيحصل تضارب. عايزك تقول لي من خبرتك. والله هو فعلا يا دكتور احمد الناس احنا شفناهم من كتر ما هم تعبوا في البرودكت بتاعهم، ايوه، ومن كتر ما هم معتزين بالتفاصيل اللي فضلوا سنين يبنوا فيها، مش عندهم استعداد يتنازلوا عن اي حاجه. شايفين ان كل حاجه هم تعبوا فيها لازم يقولوها للناس، وده مش مظبوط. انا بقول للناس اللي هم محتاجينه، وبقول للناس اللي الماركتينج شايف ان هو في الوقت الحالي انسب حاجه ان انا اقولها لهم. فمش هيكون مناسب ان انا اقول لهم كل حاجه في كل وقت في نفس الوقت. بالظبط. هو مثلا مستشفى عايزه تعلن عن مميزاتها، انت متخيل ان هي عايزه تعمل في لوحه واحده كل اسماء الاطباء بكل الاجهزه اللي موجوده عندها بكل العمليات اللي بتقدر تعملها بكل النجاح؟ مش هينفع. ممكن لوحه اعلانيه بتتحط بيلبورد في شارع متكلفه ارقام خياليه، وبنلاقي كل المطلوب من المسج اللي توصل انه انضم لينا اسم دكتور معين او سيلينج بوينت واحده بس. وبالمناسبه هو بالنسبه لنا كماركتينج ده الاصعب بكتير. وهنا بتيجي المهاره بتاعت الماركتير. ايوه، ان هو ازاي هيتخلى عن كل حاجه ويقول حاجه واحده. فالعميل لازم يكون فاهم الحته دي كويسه. انا جايب النهارده ماركتنج ايجنسي، الناس دي بتعمل دراسات كتير قوي وبتعمل اناليسيز وبتعمل شغل كتير قوي ورا الشاشات عشان يوصلوا في الاخر ان هم يطلعوا برساله قصيره دي وراها فعلا شغل كتير جدا. فصعب قوي عليهم ان هم يطلعوا بسطر واحد. فالعميل لازم يبقى فاهم الحته دي كويس ومتنازل على ان هم لازم طول الوقت يقولوا كل حاجه. ده مش صح. مظبوط. بص يا دكتور فوزي، انا اقول لك حاجه. احنا كنا بنتكلم من شويه بنقول ان البدايه من عند العميل. طب حلو جدا، الموضوع هو بسيط خالص. بسيط، هو سهل الممتنع. لو البدايه من عند الكلاينت مش من عند البرودكت بتاعي، انا محتاج اشوف الكلاينت محتاج ايه عشان يكونفرت، عشان يخش معايا، سواء بان هو في المرحله اللي بتارجت فيها ان هو يعرفني، انا محتاجه يعرفني بجمله او جملتين من ضمن حاجات كتيره في مراحل بشوف اقوى حاجه. في المرحله اللي بعدها محتاج اختار جمل معينه، وهنا صعوبه الاختيار. اصعب حاجه ان انا اقول انا هختار ايه. مظبوط جدا. اختار ايه؟ اختار اوبشن واحد وامشي عليه. ده هنا المسؤوليه. وامتى وليه بالظبط. فدي الصعوبه في الموضوع. فاحنا شفنا كتير ان العميل بيبقى شايف ان ده المنتج بتاعي وانا تعبت فيه وبذلت فيه مجهود كبير وتفاصيل، انا عايز كل حاجه تتقال وكل حاجه توصل. الكلام ده مش مظبوط خالص. بالظبط. بص يا دكتور فوزي، كنا فاكر لما كنا بنقعد نذاكر تجارب معينه للبراندات، ايوه، تلاقي البراند ما تكلمش غير على نقطه واحده، براند كبير والناس بتشتري بيها. كنا لما بنذاكر الاول ظهور جيلت، الماركتنج بلان بتاعتها كانت قايمه على نقطه صغنونه واحده، وما كانش علم الليزر خلاها ما بتعملش تسلخات وباعت بالنقطه دي بس. الناس كانت بتجيب حاجه ما كانت حلاقه تقعد معاها سنين، واللي بيجيب فضه واللي بيحتفظ بيها وليها ارتباط نفسي، انت جاي بتقول له استخدمها وارميها. لكن في برضو حاجه مهمه قوي بذكر موضوع الترايل يا دكتور احمد. هو يقول لك، كنا لسه بنتكلم عن الموضوع دوت لو تفتكر في بوست من بوستات، ان الفشل السريع افضل من النجاح البطيء. بمعنى انا دلوقتي بجرب، مظبوط. لو التجربه جابت نتيجه كويسه معايا، حلو، انا مبسوط بالنتائج ان هي بتتحقق وبتجيب، وان النتائج اللي انا عملتها او الترايل دي ناجحه. لكن هنا في حته خطيره جدا، ان انا ممكن ابقى بنجح بالبطيء لكن ما بعملش الليبس، ما بعملش القفزات، فانا مبسوط بالنجاح لكن هو في الحقيقي انا بخسر.
لان انا ماشي بسرعه بطيئه جدا والمنافسين حواليا عمالين بيجروا يسبقوني، فعمال اقول ايه، وده شفناه مع عملاء كتير، يا جماعه احنا بنعمل دي بالطريقه الفلانيه وناجحه معانا، اعملوها كده. لا، ده انت لازم تتبنى ان الناس دي لازم تجرب ولازم تغلط، لان الغلط ده هيتعلموا منه ويجيبوا النتائج الافضل. مظبوط. فهنا الفشل السريع افضل بكتير من النجاح البطيء، لان هو ما يفشل هيعرف ايه الطريقه الافضل اللي يقدر يعمل لك بيها النطه اللي ممكن تنقل البراند بتاعك. وهنا نقطة مهمة كنا بنقولها في السيت اب بتاعي وانا بدور على ماركتنج، حتى ولو كان ان هاوس وبكون تيم او ايجنسي وات ايفر، الماركتنج لازم يبقى له تجربته الحقيقية بتاعته، ولازم تتيح له ليرنينج. والليرنينج بيجي مش بنقول ان هو يبتدي من صفر، لا، عنده اصول وعنده خبرات وعنده اللي يخليه يبتدي من 70%، وده شيء كويس جدا على فكرة. وهو هنا بقى يجي سيت اب عندي ان انا اكون مؤهل نفسيا كبزنس اونر، ان انا متقبل تجربته، هعمل ادوبشن للرحله بتاعه الماركتنج لحد ما يوصل لفول بوتنشال بتاعه. بالظبط. دكتور فوزي، بذكر موضوع المنافسين وبنبيع والبرودكت بتاعي والبرودكت بتاع المنافسين، اظن الموضوع ده دسم جدا ان احنا يعني في بعض الكونسيرنز عليه. جميل. المنافسه، هو احنا كنا دايما بنقول للشباب واحنا بندي كورس السيلينج سكيلز قبل ما نشتغل على امباكتو، لو تفتكر كنا بنقول لهم ان وجود المنافس هو حاجه هيلثي ليك. مظبوط، لان هو اللي بيدي زي السبايسز كده بتتحط على الاكل. تمام. انت عمرك ما هتشتغل في سوق وانت ما فيهوش منافسين، ولو انت في سوق ما فيهوش منافسين ده هيخليك مش هتطور من نفسك. فوجود المنافسين دي حاجه هيلثي، ولكن ليها سلاح ذو حدين. احنا شفنا كتير من العملاء بيركز مع المنافسين لدرجه ان هو قايم نايم، حرفيا قايم نايم عمال يتابع المنافسين. انت حتى شفت ده معايا يا دكتور احمد. مظبوط. في بعض مع بعض العملاء. بالظبط. الاصل ان انا معايا برودكت وفي عميل، هنبدا تاني من عند العميل. انا عارف ان انا هقدر اوصل للعميل بطريقتي، وهو المنافس عايز يوصل للعميل بطريقته. تمام، احنا هنحط البلان الكامله. في بعض التاكتكس لو طلع من المنافس حاجه تاكتيكال، عرض، اوفر، حاجه معينه، لا مانع ان انا اتابع المنافس فيه عشان احافظ على شغلي، لكن الاصل ان انا ماشي بالطريقه بتاعتي. مظبوط. هو التركيز مع منافسين مهم قوي، ان انا اخد فيدباك مستمر من المنافسين واشوف الناس دي شغاله ايه وبتعمل ايه، دي ما فيهاش اي مشكله. ولكن احنا بنقول ان المشكله هنا بتبقى لما يتحول لهوس. دلوقتي اصبحت زي ما بقول لك قايم نايم مركز بس مع منافسين. جمله قالها جيف بيزوس، قال لك انت لو ركزت مع منافسين، لو كل تركيزك كان مع منافسين، انت هتفضل قاعد مستني لما هم اللي يبداوا، اصبحت فولور ليهم. لكن لو ركزت مع عميلك طبعا انت اصبحت انت الليدر بتاع السوق. بالظبط. هو هنا البرو اكتيفيتي، انت ما بتبقاش رياكتيف مستني المنافس يعمل ايه وتملي هتكون بتعمل رد فعل. لا، فكر في سياستك. فهو الاوبتيمال ايه يا دكتور احمد؟ الاوبتيمال ان انت شغال بتفوكس مع الكاستمر بتاعك، بس ات ذا سيم تايم عينك على المنافسين، مش كل تركيزك مع المنافسين. هو ده الفرق. مظبوط. كلمه تو سيل ده فيرب موجود في الديكشنري، بس مش موجود في الماركتنج وفي السيلز. هي تو سيل اوفر، يعني هي ما بتجيش كده لوحدها. تو سيل، محدش بيبيع لوحده، محدش موجود لوحده في السوق. تو سيل اوفر، ان انا بسيل اوفر مين وموجود معايا. انا الاول بعمل اناليسيز وبعرف انه حته اللي انا فيها في الماركت، وانه حته اللي انا عايز احط نفسي فيها في الماركت، والبرودكت بتاعي بيؤهلني لانه بوزيشن، وبناء عليه بتبتدي البروسيس كامله. والبروسيس دي مش مستنيه تتغير باي سياسه بيغيرها المنافس. بالظبط. انا شفت ناس بيشتغلوا رياكتيف على اللي بيعملوا منافسين. هو قاعد متابع، شوفهم بيعملوا كذا فيلا اعمل زيهم، لدرجه في ناس بتلاقيهم كوبي بيست من بعض. فانت هنا كده طلعت من نقطه ان انت بتتابع منافسين لان انت بتراقبهم، وان انت بقيت كوبي منهم، فبالتالي فقدت حته الديفرنشيشن. دي من اقوى النقط اللي انت ممكن تبيع بيها تو سيل اوفر، زي ما انت قلت يا دكتور شمعة في الماركت اللي انت موجود فيه. بص يا دكتور فوزي، النقطه دي اغراء رهيب جدا. ليه؟ لان هي صراع ما بين الشورت تيرم واللونج تيرم، وتملي الماركتنج شاطر يقدر يختار. صراع ان انا هكسب دلوقتي، هعمل حاجه تحل المشكله دلوقتي، وفجاه تلاقي نفسك فقدت شخصيتك. هو اغراء قوي، وعلى فكره حلوله تملي سهله.
حلوله ان انا احل المشكله دي واحل المهب، بتلاقي السوق كله بقى شبه بعضه، والكلاينت المميز مش لاقي اللي هو عايزه. مظبوط. ليه تملي لو حصل اي اتشيفمنت غالبا بصراحه هي نقطه يعني مش عايز اقول بنشتكي منها، احنا بقينا متكيفين معاها خلاص. ليه تملي لو حصل نجاح ينسب للسيلز، نهايه اخر خطوه تمت بيها عمليه البيع، ولو حصل اي فشل لا ده من الماركتنج. هو في الحقيقه دي الدايلاما، يعني دي حاجه يعني من زمان بنشوفها من سنين وسنين. الصراع ما بين الماركتنج وما بين السيلز، او الصراع ما بين السيلز مايند سيت وما بين الماركتنج مايند سيت. بمعنى ايه مايند سيت؟ انا النهارده كبزنس اونر بعمل منتج، وده شفناه كتير قوي، فشل المنتج، يقول لك اصل الماركتنج ما اشتغلش كويس، ما حطش استراتيجيات مظبوطه، الماركتنج عنده دور كبير قوي ان هو يفشل البرودكت. والعكس بقى ما بيحصل، مظبوط، البرودكت نجح، يقول لك اصل البرودكت بتاعي قوي جدا. ده بيتهيألي اصلا راجع من نقطه احنا كنا اتكلمنا عليها، موضوع الاكسبكتيشنز. موضوع انت اصلا عارف دور الماركتنج، يعني حاليا احصائيات كتيره جدا ودراسات كتيره جدا وارتكلز كتيره قريناها بتتكلم على نقطه مهمه جدا. لو السي او مش اوف مايند سيت ماركتنج، البيزنس مش هيتطور. وعلى فكره دي ممكن يبقى كويس بس مش هيتطور ومش هيسرفايف قصاد اي ازمات. من انجح الشركات فعلا اللي شفتها الشركات اللي السي او بتاعها بباك جراوند ماركتنج، فهو راجل جمع ما بين السيلز وما بين الماركتنج مايند سيت. هنا في الحقيقه بيبقى اداء الشركه في حته تانية خالص عن ان يبقى حد اشتغل من اول حياته لاخر حياته سيلز فقط من غير ما يعدي على الماركتنج. مظبوط، لان في الوقت دوت بنحتاج لقرارات لو ما كانش هو متبنيها بمايند سيت ماركتنج الشركه فعلا بتبقى في دايركشن تاني. وهنا بنلاقي الشركات اللي بتسرفايف، الشركات اللي سرفايفد كانت بتطور بناء على رؤيه ماركتنج ادالها فيدباك من بدايه العميل ان العميل مستني كذا بعد 5 سنين. مظبوط. وعشان كده الشركات اللي ضاعت بسبب النقطه دي. هنا بقى يعني دكتور فوزي عايزك بس في نقطه تقول لي رايك فيها ايه. احنا بنسمي كده مصطلح بنقول الديجيتال اكزيستنس، يعني انا بقول تواجد البيزنس دوت ديجيتالي، لان هو ده خلاص هو ده التواجد. شكله ايه وازاي يعبر عن البيزنس وازاي يكون متماشي مع ان ده انفستمنت في النهايه ودي عمليه تهدف الى الربح. والله بنشوف كتير من الناس يا دكتور شمعة متخيل ان هو انس ان بقى عنده صفحه فيسبوك او تيك توك اكاونت هو كده خلاص بقى ديجيتال موجود. ده الاصعب من كده انه ممكن يكون بيبيع على فكره. تخيل يعني عنده تيك توك اكاونت او عنده انستجرام اكاونت او فيسبوك بيج وبيعمل عليها اعلانات. مظبوط. وبيبيع وبيجيب اوردر. هو كده متخيل ان ديجيتالي خلاص بقى الاكزيستنس بتاعه تمام، يقول لك انا شغال اونلاين. هو اشتغل باخر مرحله من مراحل البروسيس كلها، سيلز. هو عمل تاكتيك سيلز وبيبيع. فاحنا هنا يجي دور بقى الويب سايت. يعني احنا اي يعني بيزنس او اي عميل بيبدا شغل معانا، احنا اول حاجه بنبص بنشوف انت عندك ويب سايت ولا ما عندكش ويب سايت. مظبوط. الناس متخيله الويب سايت ده رفاهيه، لكن هو في الحقيقه هو موضوع اكبر من كده بكتير. مظبوط. هو احنا خلينا نتكلم على موضوع الكونتنت هنا، الكونتنت والديجيتال اكزيستنس ان هو 360. احنا كله بيقول لك انت لازم تغطي كل الدايره. بمعنى ايه؟ هو في البيزنس بتاعك محتاج تواجد بشكل معين، وهو ده بيتك، هو ده محلك، وهو ده مقرك الرسمي على الميديا. فاللي هيشوفك عندك فيسبوك وما عندكش ويب سايت انت مش كيان على فكره، مهما اثبتت لي، مهما حتى كان نوع البيزنس صغير. والتجربه اثبتت ان حتى الناس اللي سبقونا في الديجيتال مثلا في اوروبا والدول المتقدمه لازم ويب سايت، والويب سايت دي حاجه بتبقى للشخص نفسه. مظبوط. احنا الويب سايت ده بنمثله بالظبط زي المحل. يعني انت دلوقتي لو عندك صفحه فيسبوك وشغال عليها وبتبيع، عامل زي البائع اللي ما عندوش محل. مظبوط. اللي فارش في الشارع. واللي عنده ويب سايت عامل زي اللي عنده محل. طب نيجي بقى للويب سايت، انت بقى على حسب الفيجن بتاعتك للبيزنس، انت عايز تبيع بره المحل ولا يبقى عندك محل؟ ده قرارك. طيب سي ان انت قررت النهارده ان يبقى عندك ويب سايت ويبقى عندك محل. شكل المحل، في محلات صغيره، في محل ميديم سايز، في محل كبير بديكورات ناس صرف عليه كتير. شكل المحل يعني شكل الويب سايت
هو شكلك الموجود على الديجيتال مظبوط. بلاتفورمز، وهو ده اللي بيعبر عن رؤيتك وعايز تروح فين. والحقيقه ان هو في لانجوج لكل بلاتفورم من دول. يعني الويب سايت انا اقدر احط فيه تقريبا كل حاجه، لكن بطريقه الفيسبوك فانا هخاطب بطريقه معينه. طب ببيع سيرفيس معينه بس انا عايز اتواجد على لينكد ان، فهتكلم على البيزنس نفسه كاستراتيجي وحدوته تانية. طب بي تو بي هتواجد على لينكد ان. اقصد الديجيتال اكزيستنس، لو انت سبت كل التولز وحصرت نفسك في تول واحده هتضيع الايمج، هتضيع كده. هنا بس لو جينا اتكلمنا على ويب سايت فهو في النهايه بيتك، يعني مظبوط، موجود في كل بلاتفورم، لكن فين المحل بتاعك؟ مظبوط. زي بنشوف كتير يقول دكتور العياده بتاعتك فين؟ تخيل انت ما عندكش عياده. مظبوط. طب هنا بس يا دكتور فوزي عايز اسالك على حته بقى تكنيكال. واحنا بنشوف ناس عامله اعلانات بيجي لها مسجز كتير جدا جدا وممكن مش بتبيع، تمام؟ فالحدوته دي انا عارف ان وراها جزء كبير عايزك تقولها. الحقيقه دي ليها طبعا ابعاد كتير جدا وليها تفاصيل ممكن نتكلم عنها في بودكاست كامل، تمام. لكن لو جينا نربطها دلوقتي بحته الويب سايت، قد يكون ده سبب من الاسباب على فكره. ازاي؟ احنا قلنا الويب سايت ليه فايدتين. الفايده الاولانيه ان هو المحل بتاعك والايمج بتاعتك قدام الناس، مظبوط، وعلى قد حجم المحل هيجي لك الزبون. طب الفايده الثانيه حته تكنيكال بقى، انت النهارده مشغل ادز على اي بلاتفورم، الادز ديت بتكونفيرت على فين؟ يا على رسائل في الانبوكس، يا على لاندنج بيج او ويب سايت بتاعك، وات ايفر هو الويب سايت ده عامل ازاي. طب انا هستفيد من هنا بايه؟ اول حاجه بقى عندي بول كل الكاستمر بتوعي موجودين فيها، مظبوط، اقدر اعيد استهدافهم. عندي تولز ادوات زي البيكسل كود او ادوات الريتارجتنج بستفيد بيها ان انا بغذي بيها الحملات اللي شغاله على الفيسبوك، مظبوط، او على انستجرام او على اي بلاتفورم. ما يبقاش بلايند، الاعلام مش شايف النتيجه ايه ومش شايف ان هو يحسن ازاي. ففي النهايه اصبح دلوقتي الويب سايت بقى ليه دورين زي ما قلنا، دور الايمج ودور التكنيكال، ان هو ده الاخر الفانل اللي انت بتجمع فيه العملاء بتوعك، تاخد منه الفيدباك، تقول دول العملاء اللي انا عايز زيهم، يا اي بلاتفورم في الدنيا هات لي شبههم. طب لو ما عملتش كده، سبب من اسباب ان رسائل كتير بتيجي ومبيعات مش مظبوطه ان مفيش اوبتمايزيشن للحملات، يعني مفيش الفيدباك فهنا اصبح الويب سايت تول قويه جدا من ادوات اعاده الاستهداف وادوات الفيدباك للحملات بتاعتك اللي شغاله على اي بلاتفورم. لا احنا عايزين فعلا بودكاست في الموضوع ده مخصوص نتكلم فيه كمان على حته الفانل كامل شكله ايه، الديجيتال اكزيستنس بشكل قوي، تاثير دوت على الاعلان والميديا باينج والسيو كمان وجوجل ادز، وامتى نستخدم ده ونستخدم ده. لا دي قصه كبيره ان شاء الله محتاجه ان شاء الله كده نكون في بودكاست كامل عنها باذن الله.